السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم حبايبي. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. وصفة اليوم الدونات بطريقة المحلات راح تنجح مع الكل إن شاء الله، لكن لازم نتبع الخطوات. أول شي عندي بدي أعمل محسن منزلي. المحسن عبارة عن معلقتين طحين، معلقة سكر، معلقة وربع بيكنج باودر 10 غرام، ومعلقة وربع خل أبيض، ومعلقة لبن زبادي. إذا ما لقينا لبن زبادي ممكن نحط لبنة مع معلقة حليب، وهيدا القوام المطلوب. لما بدي أحط معلقة اللبن بدل معلقة اللبنة حنلاقي القوام أنعم شوي عادي. هلأ جهزت عندي المحسن. بدي أبدأ بعجينة الدونات. عندي 500 غرام طحين متعدد الاستخدامات. بدي أحط لهم خميرة حوالي 10 جرام، بدي أحط لهم رشة ملح لازم نعدل الطعمة، وبدي أحط لهم 3 معالق سكر خشن. أول شغلة رح أعملها إني أخلط المواد الجافة منيح. لازم نخلط المواد كتير منيح. حبلش ضيف حبات البيض. حبات البيض بحرارة الغرفة، ورح ضيف المحسن اللي عملته حطه للكمية كلها. هذا المحسن كامل ونحطه لكمية العجين عندي. وراح احط حليب دافي دافي، يعني لا هو بارد كتير ولا هو سخن كتير، دافي مشان نضمن تفاعل الخميرة. هلا راح بلش اعجن. ما حيساعدني الزبدية اللي انا حاطة فيه اني اعجن، راح فضيه عندي على الرخامة ولازم اعجنه كتير منيح. هلا حبلش اعجن لحد ما يلم معي الخليط. بنلاحظ طريقة العجن، رح تلاحظوا انه العجين بتلزق معكم. هذا الشي طبيعي وعادي. نحنا عنا العجينة حتكون دبقة شوي. لاحظوا كيف لمت معي العجين من دون اي شي، يعني بس مجرد عجن لمدة 10 دقايق. هلأ بعد ما عجنتها بهالطريقة نلاحظ قديش هدبقة. انا حضيف لها 45 غرام زبدة بحرارة الغرفة، ما يعادل 3 معالق كبار. بحطها للعجين وبرجع بعجن من جديد. برجع بعجنها حوالي 10 دقايق. بلم العجين منيح وبعجن فترة منيحة حوالي 10 دقايق. طبعا إذا عندكم عجانة بترتاحوا، وإذا ما في عجانة بتعجنوها بنفس الطريقة تاخدوا نفس النتيجة. النتيجة مضمونة إن شاء الله 100%. هلأ بعجن كتير منيح بهالطريقة مثل ما شايفين حد ما أرجع لم العجين كامل مع بعضه. هلأ العجين لم عندي وصار ناعم بالقوام المطلوب مثل ما شايفين صاير، لكن الدبقة ما زالت عادي. أنا هذا قوام العجين المطلوب، ما تخافوا هو حيكون دبق شوي. هلأ رح أجيب زبدية بدهنها بشوية زيت نباتي، وبحط العجين وبدهن العجين بالزيت النباتي وغلفها وبتركها ترتاح حوالي ساعة لحد ما يضاعف معي العجين. شوفوا لي العجين ما شاء الله كيف تضاعف معي. هذا نتيجة المحسن اللي عملناه. بس حطيت المحسن حتلاقوا فرق كتير بالعجين. بالكيكات اللي بيحب الكيك الشاهق هذا المحسن جدا رائع للكيك الشاهق. هلا حبلش افرد العجين، اخده قسمين وشكله بالشكل اللي بتحبوه. بقطعة الدونات، ما عندي قطعة دونات بقطعه بايدي، ما بدي اقطعه بايدي ابرق الشاي بالطبقة تبعته، بالزبدية، باي شي بدي اياه. هلا بحاول اقسم العجين لقطع متساوية. شوفوا كيف حشكلها بايدي من دون اي قالب. المهم اهم شي عندي بهالخطوة انه سكرها وغلفها كتير منيح وما خلي اثر اني انا عملتها بايدي. بعملها بالتساوي
هلا اذا لقيتوا العجين انه بيدبق معكم وبعذبكم، دهنوا ايديكم بزيت ودهنوا الرخامة بزيت، عادي بترتاحوا كتير بالشغل. هلا انا حقطع كمان قطع بطبقة ابريق الشاي بالغطا عادي بكل سهولة. انا عم حاول اعمل لكم الدونات باسهل طريقة ممكن تعملوها. هاي بطبقة الابريق، بغطا الابريق. هون انا دهنت زيت، ولما بتدهنوا زيت بتحسوا الشغل صار اريح لكم. شوفوا كيف نشكلها بالايد. فيكم تعملوا اي شكل بتحبوه تفرغوها من النص، بتحبوا تخلوها مثل ما هي، بتحبوا تعملوها شكل وردة، هذا الشي بيرجع لكم. هلأ بعد ما خلصت الكمية، بسم الله ما شاء الله، انا لازم اغطيها بكيس نايلون، مثل ما شايفين قصة ورق الزبدة على هوا كل قطعة مربعات، ومغطية لحد ما يتضاعف حجمها. انا للأمانة ما استنيت انه يتضاعف حجمها، لانه لا خلصت الكمية كانت متخمرة عندي وجاهزة للقلي فورا. هلا بحط الزيت على النار. الزيت ما بدي اياه يسخن كتير، بدي اياه يكون وسط، لانه اذا سخن كتير حتحترق معكم الدونات فورا، فبدي اياه دافي، يعني ادفى من الدافي بشوي، يعني لحد معين. هلا اول ما بحط الدونات بقلبها هيك، بحافظ على شكله انه ما يخرب. هذا سر قلي الدونات، انه مشان ما يطلع معكم كل جنب شكل، جنب ينتبه جنب لا، انا بحطها وفورا بقلبها، لانه حماوة الزيت رح تاخد الشكل وتوقف. بديرها على الجانب التاني لحد ما تقلي تمام، تاخد اللون الاشقر، برجع بقلبها تاخد اللون النظامي. هلا بعد ما قليت الدونات، اللي بيحب يحط لها سكر وقرفة ويعملها بهالطريقة، اللي بيحب يحطها بالشوكولا مثل ما بيريد. انا حبيت اعمل قسم بالسكر والقرفة، كتير لذيذ وبيعطي طعم رهيب. شايفين اشكال الدونات عندي، وشايفين النفخة غير شكل، شايفين شي بشهي. والله وصفة خرافية، راح تعملوها وتدعولي. شوفوا الطراوة، هلأ بدي احشيها بالطريقة، فرغها بالعود الخشبي وبحشي الكمية المطلوبة. بتحبوا تكتروا الكمية، بتحبوا تحطوا كمية خفيفة، انا بحبها وسط، ما بحب كتر بالغ ولا بحب قلل، يعني وسط. الحشوات ان شاء الله راح نزل لكم فيديو للحشوة كتير لذيذة مع وصفة الدونات. شوفوا الطراوة وشوفوا حجم الدونات، كتير حلو. صدقوني بس تاكلوها وتجربوها راح تعتمدوها اكيد، وراح تمحوا كل وصفة الدونات اللي عندكم، لانه هي وصفة المحلات. ان شاء الله المحلات عندهم محسن نظامي، انا لا، راح اعملكم اياها بالمحسن العادي، محسن منزلي. وهيك بنكون خلصنا الدونات، والف عافية على قدكم.